السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ عملنا احلى لانشون فراخ بطريقة انما خطيرة، احلى من الجاهز بكتير. لو عايزين تعرفوا ايه هي الطريقة وايه سر الجمال ده، تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى لانشون فراخ. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وصحية ومش هياخد مننا وقت خالص. عندنا نص كيلو صدور فراخ ولازم تكون متلجة عشان تعرفي تفرميها كويس. تمام حبايبي؟ اول حاجة هنفرم صدور الفراخ بتاعتنا وبعدين هنشوف مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه. هنحضر الكبة بتاعتنا وهننزل فيها بصدور الفراخ. بعد ما نعمل اللانشون مع بعض انتوا هتجربوه، مش هتبطلوا تعملوه، مش هتشتروا لانشون تاني من بره خالص. كده حبايبي فرمنا الفراخ بتاعتنا. بصوا احنا عايزينها عاملة زي العجينة كده، تكون ناعمة جدا. هننزل بقى بالمكونات بتاعتنا. بسم الله. نص كوباية مية متلجة، يعني فيها تلج او ساقعة جدا، متلجة فعلا. نص كوباية. هننزل بنص كوباية نشا، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية المتلجة هنعاير بيها النشا. هننزل بقى بمعلقة كبيرة بابريكا. بسم الله. معلقة صغيرة حبهان مطحون. معلقة صغيرة بهارات السبع بهارات العادية خالص. معلقة فلفل أسمر أو فلفل أبيض. نص معلقة ملح. معلقة توم باودر. معلقة بصل باودر. معلقة مرقة فورية أو معلقة بهارات فراخ. تمام كده حبايبي. ممكن ندي بقى نقطتين لون أحمر عشان تدينا اللون الوردي الجميل ده. لون أحمر صحي، مفيش أي مشكلة منه. ربع كوباية زيت عشان تدينا النعومة بتاعة اللانشون. تمام كده حبايبي. هنبتدي نفرم المكونات دي تاني مع بعض. كده حبايبي خلصنا فرم اللانشون بتاعنا. بصوا اللانشون بقى عبارة عن
كريمة. تمام حبايبي؟ كده بقى هنشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. كده حبايبي حضرت القالب بتاع الكيك. دي طريقة سهلة من غير بقى ما رول بالستريتش راب او الكلام ده. ده سهل بالنسبة لي. لو انت ما عندكيش القالب دوت ممكن تروليه في الاسترتش راب وتلفيه بالفويل. تمام حبايبي؟ هنزل بقى بالمكونات بتاعتنا، بس قبل ما انزل بالمكونات هنزل كده ايه بمعلقة زيت صغيرة وهدهن القالب. بعد ما دهنا القالب بتاعنا بالزيت هننزل باللانشون بتاعنا فيه. دلوقتي حبايبي نزلنا بالمكونات كلها زي ما انتوا شايفين كده، الريحة تجنن. حطينا نقطة زيت بس سوينا سطح القالب علشان يبقى ايه اللانشون بتاعنا متساوي زي الجاهز بالظبط. هنبتدي نغلفه بالاسترتش راب وبعدين هنغلفه بالفويل. حبايبي كده غلفناه بالاسترتش راب، هنبتدي بقى نغلفه كمان بالفويل. كده غلفنا اللانشون بتاعنا كويس جدا. تعالوا معايا بقى هقول لكم هنعمل ايه. هنكون محضرين صينيه فيها ميه بتغلي، هننزل باللانشون بتاعنا بالشكل ده كده. تمام حبايبي؟ هنسيبه لمدة ساعة مش أقل من ساعة، وبعدين هنشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. بس لازم نغطيه بغطا يكون قد الصينية بالظبط. دلوقتي حبايبي عدت ساعة زي ما انتوا شايفين كده. هنقفل بقى البوتاجاز بتاعنا ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. طبعا هتبقى نتيجة ما حصلتش، تحفة. نفكها بقى ونشوف النتيجة عاملة ازاي. بسم الله. بصوا بصوا عاملة متماسكة وجميلة ازاي. احلى لانشون ممكن تعملوه انتوا. علشان تشتروا اللانشون ده اللي احنا عملناه بالمقادير دي ده بيبقى غالي جدا، ان مفيش لانشون بيبقى معمول بالطريقة دي. فراخ خالص او لحمة خالص مش متضاف عليها بقى لا فول صويا ولا اي مكونات تانية بتتباع رخيصة. لا، المكونات دي اللي احنا عملنا بيها اللانشون النهارده بتبقى غالية جدا. اللانشون بتاعها بيبقى غالي جدا جدا جدا. تمام حبايبي؟ نبتدي بقى ايه نخرجها من القالب ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا حبايبي الجمال، احلى لانشون لاحلى متابعين عملناه مع بعض بقى خطوه بخطوه وطالع حكايه حقيقي تحفه. الريحه تجنن، اما القوام بقى زي ما انتوا شايفين كده متماسك وتحفه. بصوا الجمال، وعملناه بكل حاجة موجودة في البيت. صدور الفراخ الأساسي وأي حاجة بعد كده موجودة في كل بيت. ما شاء الله، تحفة 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 حقيقي. دلوقتي بقى مش هنعرف نقطعه خالص، دلوقتي لازم نحطه في التلاجة لحد ما يبرد خالص ونقطعه مع بعض ونشوف القوام بتاعه عامل ازاي. كده حبايبي اللانشون بتاعنا برد خالص، هنبتدي ايه نقطعه مع بعض. هنسمي الله ونقطعه ايه شرايح بقى رفيعة زي الجاهز بالظبط. بسم الله ما شاء الله. بصوا ناعم جدا. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا عامل ازاي. تحفة تحفة تحفة. طعمه حكاية حقيقي تحفة. ده عشان نشتريه غالي جدا، عشان نشتريه بالطريقة اللي احنا عملناه بيها ده اللانشون غالي جدا. زي ما احنا شايفين كده اللانشون بتاعنا طالع تحفة. الطعم ما حصلش، حقيقي احلى من الجاهز بكتير. حقيقي حبايبي احلى طريقة لانشون ممكن تجربوها. بصوا الجمال، ناعم جدا
طالع تحفة. الطعم حكاية بصراحة، طعمه تحفة تحفة تحفة، والريحة تجنن، أحلى من اللانشون الجاهز اللي انتوا بتشتروه. طالع حكاية حقيقي، أحلى لانشون ممكن تجربوه. لو جربتوه مرة هتعملوه كده على طول بنفس الطريقة. حبايبي جربوه بالطريقة دي هيعجبكم. ما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.